يعني بعد حوالي 5 6 جلسات بدأ موضوع مستويات السكر عندي تتظبط. ابتديت أحس بتحسن من الجلسة الثالثة. ابتديت أحس بتحسن. أنا دلوقتي خدت الجلسة التاسعة وبقيت في تحسن كبير جدا حاسة بيه الحمد لله. الحمد لله من اول جلسه وانا رحت بقيت حاجه تانية خالص. رجلي ابتديت احس بيها، ما كنتش بحس بيها، تنميل فظيع في رجلي تقيله. دلوقتي ابتديت احركها، بديت حاجه زي ذات نفسيها، عظمي كله سكري اتظبط. احمدك يا رب، احمدك يا رب. من اول جلسه بقى يسالوني من اول جلسه. والله 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 كمان مرة دي شهادة حق. أنا لا ليا لا في الدقة ولا في الجنة. أنا راجل كنت بعاني من مرض وحسيت إن فيه طريقة علاج، فجيت فحسيت إن فيه طريقة للشفاء وفي تحسن متقدم، لدرجة إن قلت لهم إن أنا هجيلكم، وخدت ال8 جلسات وبدأت في كمان 4 جلسات كورس تاني. حسيت بالتحسن من أول جلسة. التحسن اللي أنا حسيت بيه إن أنا رجلي كانت على طول وجعاني وكان في ألم على طول، جسمي مكسر، كل الكلام دوت الحمد لله من أول جلسة راح. مش هقول لك من تاني جلسة أو بعاني من السكر من أكتر من 14 سنة. كنت بعاني من مشاكل في أعصاب طرفية ومضاعفات السكر عامة. وسمعت عن الأكسجين النشط وجيت هنا قابلت دكتور محمود وبدأت أخد الجلسات، والحمد لله في تطور كتير يعني في أحسن من ناحية الإحساس ومن ناحية كل حاجة الحمد لله. كنت بشتكي من السكر، كان عالي عندي، يعني كان بيوصل 300 و400، وانا بقالي دلوقتي 7 جلسات اهو حاسه بتحسن والحمد لله.